حبيت أشارككم في شيء جميل مهم جدا. تفضل. وهو قبل أيام تدخل أحد الأخوة حفظه الله، دكتور سعد، تكلم عن قضية الكردية. وأنا كردي نعم. وخذ سر شهادك از كرديت بيجم، يعني الله يشهد أنه أنا كردي، قلت كلمات باللغة الكردية حتى أي كردي يسمعني يعرف أنه حقا أنه أنا كردي. نعم. المشكلة التي تحدث الآن بين الكرد والحكومة السورية، الله يحفظ جميع المسلمين، المسألة قسد أو ما شابه. لا يوجد شيء اسمه قسد، يوجد اسم PKK باللغة الكردية، يعني حزب العمال، في الحقيقة كومونيستي وليس كردستاني. والمصيبة الكبرى التي بنو جلدتي غافلين عنها هو هذا، أنه لا يعلم أن الذين يديرون هذا الحزب عبارة عن نوعين من البشر، هم يعني نوعين من جروبين اللي هم العلويين والأرمن. وكلا الطرفين أعداء للمسلمين وأعداء للكرد بصورة خاصة. لو نأتي إلى عداوة العلويين، أنت تعرف أن الشيعة عندهم في كتبهم أن الكرد قوم من الجن، ويعني كشف الله عنهم الغطاء، وهذا شيء وارد. لكن هناك شيء آخر، هم ينظرون إلى الكرد بحقد آخر أكبر، وهو كان هناك دولة اسمها الدولة الدوسكية أو الأميرية، كانت في منطقة ديار بكر وإلى حتى سوريا، يمكن حلب وإلى شمال العراق، كلها كانت تحت حكمه. في وقت الذي جاء الفاطميون العبيديين إلى الشام ووصلوا إلى الشام، آخر ملوك هذه الدولة اللي هي الدوسكية، كان هذا لم يحارب الرافضة، لم يحارب الفاطميين، بل سلم نفسه لهم أنها إمارة تابعة لهم ووسع أرضهم. وهنا المسلمون الكرد لم يقبلوا بهذا. يعني انت حضرتك عايز تقول ان بيحاولوا، يعني الPKK بيحاولوا يورطوا نعم. اسم الكرد في اشياء ليسوا باكراد بالفعل، ولكن هم مجموعة من العلويين ومجموعة كما انا سمعتها من الارمن، أرمن الأرثوذكس. نعم. نعم. بس لو سمحت لي شوية أبينك الآن بوضوح. نعم. هنا لما جاء السلاجقة انهارت الدولة الفاطمية في الشام ورجعت إلى مصر، ومن ثم جاء صلاح الدين بعد 100 سنة وانتهى نهائيا دولتهم. نعم. والكل يعلم هذا الحقد ما زال في صدورهم نحو الكرد، لأنه ما دخل الكرد مع قوم مسلم إلا ونصر بها الله سبحانه وتعالى المسلمين، لأنهم أهل السنة والجماعة. أما الأرمن، فالأرمن أيضا ينظرون إلى الكرد بصيغة أخرى، وهو كالآتي. أولا، أرمن يقولون أن منطقة كردستان هي أراضي أرمينية، هي أرمينيا الصغرى أو الكبرى. لو تنظرون إلى الخريطة، تكتبون في الخريطة أرمينيا الصغرى أو الكبرى، يعطي كل منطقة كردستان، وهم لا يعترفون بالكرد نهائيا. هذا واحد. اثنين، وهنا طامة الكبرى اللي لا يعرفها الكرد نهائيا، وهو إيش؟ أنه في عام 1882 84 كذا ظهر عصابتين من عصابات الأرمن، وأنا نسيت أسمائهم. هذه العصابة كانت تقتل في الكرد، كان يدخلون إلى القرى ويبيدونها تماما. لو الآن في هذه اللحظة في الصيف لو مشيتم إلى مناطق كردية داخل تركيا، ستجدون بين الوديان عظام أطفال، نساء، كذا، ما زال موجودة لتلك العصور، يعني قبل 100 سنة وأكثر. بقي هذا الحال حتى عام 1915 في وقت الذي وصل قوات روسيا إلى منطقة اسمها أورمية، بل وصل حدود العراق في منطقة قريبة من حلبجة وقريبة من سليمانية. ما شاء الله. نعم. كانوا هم يريدون أن يصلوا إلى مياه دافئة في خليج العربي، وهذا حلم الروس إلى يومنا هذا. لكن الذي حدث انقلاب الشيوعيين. لكن قبل أن يحدث انقلاب الشيوعيين كان هناك دولة عثمانية، خلافة عثمانية تسمى، وهذه الخلافة كانت تقاتل بريطانيا في بصرة وكوت عمارة، ومعركة الشهيرة كوت عمارة التي أسر فيه أكثر من 13,000 جندي بريطاني. نعم. عرف البريطانيون أنه على الأرض لن ينتصروا على العثمانيين، لأنهم أناس فيهم مسلمون
مجاهدون في سبيل الله، لكن ماذا فعلوا؟ أعطوا المجال لمن؟ لتركيا لتحارب روسيا، يعني هدنة حتى هم يحاربوا روسيا، وتركيا لم تكن عندها هذه القوى الكبيرة، فسلحت قرى الكردية للدفاع عن نفسها وقتل هذه الإصابات الأرمينية. نعم. لقد قتلوا الأرمن من الكرد ما يقارب 1 أو 1.5 مليون كردي إلى عام 1915-16. يعني اللي ما تسمى بمذابح الأرمن هذا كله كذب في كذب. هذه مذابح الكرد المسلمين بيد الأرمن. يعني منطقة وان في يوم واحد أكثر من 6000 كردي تم ذبحهم، أطفال نساء كل، يعني هم لا يرحمون شيء. فلما جاء هؤلاء وسلحهم الدولة العثمانية قاموا بمطاردة الأرمن وقتلوا رجالات الأرمن، وخاصة بعد انهيار القيصرية الروسية ومجيء الشيوعيين إلى الحكم وسحب قواتهم من تلك المناطق، فهم بقوا مكشوفين. نعم. هذه هي المشكلة. وإلى الآن هم يقولون أن الكرد هم السبب الرئيسي في انهيار مملكتنا وفي انهيار كذا، وهم ينتمون إلى اللب الأرمني موجود في أمريكا كما نعم. يوجد اللب الصهيوني يوجد اللب الأرمني. لو تكتب أي شخص يريد أن ينظر إلى الجوجل يجد فيه عندهم مليارات الدولارات، عندهم ثقل كبير في الولايات المتحدة، عندهم أكثر من 2 إلى 4 مليون أرمني في الخارج معهم. نعم. الأرمن كلهم في العالم 6 ملايين، 2 في أرمينيا و4 في الخارج. نعم. هذا هو حقد الدفين. والله لقد ناقشت مع شخص أرمني في هذا البلد الذي أنا فيه وسويسرا، واسمه يوسف، يتقن الكردية والعربية والتركية. فقلت له أنت تتكلم مع شخص مثقف وليس جاهل، المذابح مذابح الكرد بيد الأرمن. والله نظر إلي قال لي انتظر، والله لنأتي بدمائكم إلى الركب، والله لنلعننكم يا كرد، وكذا سب وشتم وشيء عظيم. وأنتم فاكرين نحن نسينا 1916-17 لما عملتم، يعني قلت قبل أنتم اللي عملتوا فينا هذا مش شيء. قال نحن لا نعترف بالشيء. قال أنتم الآن كالمصباح في، يعني كالحلقة في أصبعنا، نفعل بكم ما نشاء بواسطة البككة وغيرها. وقيادة البككة العالمية بيد هذين الصنفين الأرمن والعلويين. وحتى تأسيس البككة تم تأسيسه لضرب الكرد وقطع انفصال الكرد عن بعضهم البعض، وإلى يومنا هذا ما قاموا بشيء يرفع به رأس الكرد، ما قاموا بشيء. أول تأسيسها كانوا 24 شخصا، وهؤلاء 24 شخص كانوا 8 من كرد السنة و16 من العلويين، ومن ثم تم اغتيال 7 من هؤلاء عضو المؤسسين الحزب بيدهم، هم قتلوهم. وكان لهم صلة باستخبارات التركية العسكرية التي كانت يحكمها العلويون في تركيا. ويعني بين عشية وضحاها خرجت في الثمانينات وأخرجوا 120 طالب جامعي. يعني بالله هذا يخرج طلاب جامعيين. نعم. الطالب الجامعي الذي سيكون يعني ميراث للمستقبل، لا، هم أخرجوهم من جامعات أنقرة واسطنبول وأتوا بهم مباشرة إلى سوريا، ووجدوا الساحة مفتوحة في الساحل البقاع، تدريب، مدربين وكل شيء. يعني كارثة. كيف إذا لم يكن لهم صلة بالعلويين هناك وهناك. وهناك الكثير من معلومات أخرى، بس لكن الوقت قد لا يعني قد والله يعني جزاك الله خيرا. عليكم. يعني بصراحة بينت بعض الحقائق التي تخفى على الكثير حتى كمان من إخواننا الأكراد الذين تعاطفون مع قاسد وحضرتك كما تفضلت البي كي وإلى آخره. فالله المستعان، جزاك الله خيرا، أجملت وأحسنت.